السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله جيت نقدم لكم الماسك اللي كنستعمل في الصيف. هذا بالضبط ماسك ديال الصيف. المقادير اللي هما بساط وموجودين في أي كوزينة وغير مكلف وفعال. في البلاصة غتبان لكم النتيجة. تمتعي ليه بالبحر ديالك بالشمس ديالك، ومنين كنجيو كيبانوا فينا دوك الحروقات ديال الشمس، واخا رغم ذلك ليكرون كديرها كل ساعه، ولكن الحروقات ديال الشمس كيبقاو كيبانوا. جبت لكم ماسك اللي هو ساهل وخفيف والنتيجه 100%، يعني على ضمانتي ديروه وردوا عليا ان شاء الله باذن الله. ما تحرموش راسكم من البحر ومن الاشعه ديال الشمس. المهم تخرجي كما بغيتي، ومنين تجي ديري هذا الماسك وتبان لك النتيجه. بسم الله على بركه الله. المهم كنشدو بطاطا هكا مسلوقه، كنديروها في القياس ديال الماء اللي غيكفي ديك البطاطا فاش غتسلق حتى كينشف لينا صافي كنطفي عليه. هنا عندي كاس ديال الحليب، هادو هما المكونات، 2 مكونات فقط. من طبيعه الحال البطاطا كنخليوها كتسلق حتى كتسلق لينا مزيان، كنصفيوها من داك الماء. واخا انا كنجيب الماء نيشان في القياس كيجي هو هذا كنطفي عليها صافي. دابا غندوز ان شاء الله باش نمعكها هكا حتى كتولي لنا على شكل بوماضه، وكنأكد عليها. المهم كتمعكوها هكا مزيان مزيان. انا هكا واخا هكاك زربت على الفيديو، يعني ما معكتهاش مزيان. انا غنوريكم غير الطريقه. اما نتوما خصكم تمعكوها حتى ما يبقاو فيها دوك الكلكمات تيبانوا والو. بطبيعه الحال البطاطا تكون مسلوقه لينا مزيان. كنقول لكم جربوا هذا الماسك هذا، راه ما باقيش غتخلاو عليه نهائيا. وانا بزاف كنستعملو في الصيف، لان في الصيف كيكونوا هكا البشره كتكون محروقه شويه بالشمس كيف ما كتلاحظوا يديا هكا والسوقان. المهم الشمس كتكون باينه عليهم. صافي بعد ما معكناه هكا مزيان كنجيب واحد الفرشيط كنعاود ليه. المهم ما خصوش تكون فيه ديك الكلكومه ديال البطاطا، كيجينا على شكل بوماد. المهم حركوها هكا اولا معكوها مزيان مزيان. ومن طبيعه الحال كيدار الوجه، كيدار اليدين، الرجلين، اي بلاصه كتضرب فيها الشمس. ها نتوما كيفاش كتلاحظوا معايا البطاطا كنمعكوها حتى كتولي لنا هكا على شكل بوماضه هكا. ودابا غنزيد ليها الحليب وانا كنخلط، يعني عينكم ميزانكم. وكنظن بطاطا وحده راه كافيه، واخا ديريها لرجليك ديرها ليديك ديرها لعنقك ديرها لوجهك، يعني كافيه. صافي كنبقى كنحرك هكا. المهم كيف قلت لكم كتحركوا مزيان حتى كتولي عندنا بحال شي كريمه. هنا غنزيد باقي واحد شويه. المهم كيف كتلاحظوا معايا راه ما درتش الكاس كاملو. الخليط ما يكونش قاصح، ما يكونش مرخوف، ما يكونش جاري مرخوف، يعني كيكون شويه كتدخلوا فيه القياس اللي كيشرب لكم البشره ديالكم. وكنستمروا هكا في التحريك مزيان. هانتوما كيفاش كيجي الخليط راه باين. صافي دابا غنبدا نطبقو ان شاء الله على يديا. هانتوما كيفاش كيبان فيهم الحروقات ديال الشمس راه باينين. صافي كنبقى ندير هكايا وكندهن كاع البلايص اللي فيهم الحروقات ديال الشمس. ماسك اللي هو طبيعي وغير مكلف، وكنظن كاين في اي دار، والنتيجه ديالو راه غتبان لكم في البلاصه، والنتيجه ديالو راه مضمونه 100%. المده المهم انا كنخليه حتى ينشف،
غتخليه 20 دقيقة، خليه 15 دقيقة، لكن الاختيار. ما كتجيش زربانة خليه حتى كيبان لك هكا بدا كينشف، كتغسليه بالماء عادي والصابونة ديالك عادي. المهم كتستعملوه في اي بلاصه، وهذا هو الماسك ديالنا. كيف قلت لكم راه النتيجه كتبان في البلاصه. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم الماسك، وكنقول لكم جربوه وراه ما غاديش تندموا. غير هلي الخليط يكون عايد بحال البوماده، يعني كتخدموه مزيان، كتدربوه هكا مزيان حتى ما كتبقى فيه حتى شي كلكومه. ومن طبيعه الحال البطاطا كتكون مسلوقه مزيان. وبالصحه والراحه.